مفيش صدقني. انا بس اوضح نقطه بعد كده. اتفضل اتفضل، احنا قول عشان ما هيسكت. احنا كان في عندنا في ورش تجهيز، كلنا نعرف ان القطر ده قبل ما بيقوم ويسافر على فكره بيعدي مراحل كبيره جدا. مراحل التجهيز دي مش مرحله ولا اتنين، لا مراحل عديده. كم من العمال لا باس به يعني بيمر على من اول الجرار والعربيات والبواجي، كل ده بيتم تجهيزه علشان القطر يقوم من القاهره يوصل اسوان بسلام. الموضوع مش ببساطه. أيوة. في ناس كتير، الناس كلها عارفه السكه الحديد دي ايه؟ سواق اللي هو بتاع البلوك بتاع السمافور بتاع التحويل بس، ما يعرفوش غير دول بس. لا في ناس كتيره جدا، في ناس كتيره قوي ما يعرفوهمش. ورش تجهيز والاعداد دول الامراض والحاجات دي كل ده. فاحنا اللي عمل الظاهره دي ان كان في ورش التجهيز بعض الاماكن اللي كان فيها بعض المهمات مخزنه بقالها مده كبيره، لما فتحوها ورفعوا الاكشاء دي شالوها تماما من الورشه، فيها كم من الفيران للاسف طلعت على الدكتور. لكن اللواء حاتم مشهور بتاع الخدمات الكامله عمل خطه قضاء على هذه الظاهره، وبالفعل تم القضاء عليها نهائيا. سؤال صغير يا باشا، مركز التدريب اللي كان موجود في السكة الحديد في القاهرة هل ما زال مستمر؟ اللي كان بيدرب العمل بتاعه ايه؟ اسمه معهد التكنولوجي. معهد التكنولوجي دلوقتي ده ينزل في التنسيق، يعني اللي عايز يقدم لاي اولاده او لاقاربه ممكن يقدم فيه بعد الثانوية. ايوه. تمام معهد العالي للتكنولوجيا. تمام تمام. بالنسبه اي سؤال تاني؟ بالنسبه لنادي حمادي قطب اخر قطار له 934. بعد كده مفيش غير الركاب بتاع الساعه 3 و10 تقريبا. فليه مفيش امكانيه انه تتعدل جدول تشغيل القطارات على مستوى الجمهوريه؟ مثلا كل ساعه مثلا كل ساعه يطلع مثلا حرف قطار من القاهره يتحرك برضه امامه واحد في اسوان، بحيث يغطي المسافات البينيه اللي ما فيهاش قطارات بالساعه. تقريبا كل ساعه تقريبا شغال على طول بالطريقة دي. انا بقول لك 94 رحله في اليوم. طالع نازل طول اليوم. بيطلعوا في فتره محدده مش كل ساعه، لو على مدار 24 ساعه كل ساعه مدار 24 ساعه قطار من اسوان قطار من القاهره شغالين 24 ساعة. انا بتكلم في حته ايه؟ انه كل قطار مثلا بدانا مثلا من الساعه 1 بالليل لحد 12 مثلا او 24 ساعه، كل قطار كل ساعه يطلع قطار من القاهره يطلع امامه مثلا قصاده مثلا قطار من الاسوان، بحيث يغطي المسافه في البينيه نفس التوقيت هو عاوز. المسافه البينيه. فاهمني؟ يعني مثلا النهارده انا يا حماد جاي من يا حماد اخر ده يتطلب تعديل في جدول المسير. يا ريت جدول المسير ده عشان انا اعدل فيه اثر على رحلات اخرى.